بيبدأ الفيلم مع بويكا اللي بيستعد علشان هيلعب ماتش قدام اقوى مقاتل في السجن، وده اسمه سايكوف. بويكا بيمسكه يمرجحه، بيطحنوا ضرب من الاخر. سايكوف حتى مش بيقدر يلمسه وبيكسب بويكا النزال. بنعرف بعد كده ان هو كده اتأهل لبطولة جديدة هتتعمل ما بين كل سجون العالم، وهيشارك فيها 8 من الاقوى، صفوة الصفوة، واللي هيكسب في البطولة دي هيخرج من السجن براءة، وهياخد كمان فلوس كتير. وبنعرف الاهم من الفلاش باك ان بويكا ده اول ماتش يلعبه من سنين، لان كان عنده كسر في رجليه من اخر ماتش لعبه، وكان عايش حياته زاهد في الدنيا ومكسور بسبب الخسارة، وشغلانته في السجن انه ينظف الحمامات وبس، لحد ما قرر ان هو يرجع ويكسب سايكوف اقوى مقاتل في السجن علشان يثبت ان هو الافضل وان هو اللي يستاهل يكون موجود في البطولة. المهم بياخدوا بويكا وبيرحلوه لسجن تاني مشدد الحراسة في جورجيا، سجن الهروب منه مستحيل. ده المكان اللي هتتلعب في البطولة. جاجا ومنظمين البطولة كلهم رجال الاعمال والناس اللي هتراهن على المساجين بيبقوا موجودين برضه في فندق قريب. المهم بعد كام ساعة بويكا بيوصل للمكان اللي فيه كل اللي هيشاركوا في البطولة، وطبعا متربط بسلاسل من كل حتة. في الوقت ده واحد بيسأل جاجا اللي هو واحد من منظمين البطولة، قول لي بويكا اللي انت جايبه ده من روسيا ينفع نراهن عليه ولا ايه؟ فبيرد عليه لا 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 ابدا، ده رجله مكسورة وهيخسر من اول جولة، احنا نراهن على الامريكي تيربو، واضح ان هو اقوى بكتير. مدير السجن بيجمع المقاتلين وبيقول لهم هنا انتوا جايين هنا علشان تلعبوا بطولة، ايوه بس اوعوا تفتكروا نفسكم نجوم يعني او هتتعاملوا معاملة خاصة. انا ما عنديش خيار وفقوس، الظلم هنا على الجميع، اي حد فيكم هيعصي الاوامر هعصره، ينزل مقاتلين صغيرين، تلتزم احبك اهينك واشتمك بس، والكلام ده كله مش على اي حد. راؤول لا، ده الراجل اللي انا براهن عليه ويعمل اللي هو عايزه. تيربو بيبقى مش عاجبه الكلام وبيغلط في مدير السجن، فبيخلي الحراس يضربوه. المهم بعد كده بيتوزعوا كل واحد على اوضته وبيستلموا العهده، وبيشوفوا هنا الحلبه اللي هتتلعب عليها البطوله، الحلم لكل واحد علشان يخرج من السجن. تاني يوم مدير السجن بيقول لهم انا عامل لكم النهارده رحله خارج السجن علشان تتبسطوا يا اولاد وبالمره تتمرنوا، وبيطلعهم الجبل يكسروا حجاره. تيربو بيبقى مش عاجبه اللي بيحصل طول الوقت وبيعترض ويتكلم كتير، فبويكا بيزعق له وبيقول له بطل رغي بقى واشتغل وانت ساكت، انت فاكر نفسك في رحله بجد؟ تيربو بيتضايق اكتر لما بيشوف راؤول معمول له شمسيه وقاعد بيقرا وهم بيكسروا حجاره، واللي هو واحنا اولاد البطه السودا ولا ايه؟ لما بيرجعوا مدير السجن بيقول لهم الحمد لله على السلامه يا اولادي، يا رب تكونوا اتبسطتوا في رحلتي وضلوعكم اتكسرت، كل يوم من ده بقى هتتبسطوا معايا هنا قوي. بويكا بيروح يتمرن وتيربو كمان بيتمرن جنبه، بيستعدوا عشان البطوله خلاص بعد كام يوم. مدير السجن بيروح يدي لراؤول الشوكولاته بتاعته او المنشطات يعني عشان يبقى اقوى واجمد من الكل، والاهم من كده بيجيب له مساجين حقيقيين يتمرن عليهم. وبيظهر ان راؤول في التدريبات مش بيرحم، امال في النزالات الحقيقيه هيعمل ايه؟ شكله كده هيمرجحهم. بعد كام يوم بتبدا البطوله وناس كتير بتراهن عليهم من العالم كله. اول ماتش بيكون بين البرازيلي واليوناني. البرازيلي بيظهر ان هو مقاتل قوي وسريع جدا، رونالدينيو نسخه المقاتل، بيمسح الحلبه باليوناني، برازيلي واسمر بيرقصوا سامبا شبح ابن الايه. في الاخر بيكسب النزال باكتساح وبيتاهل للدور اللي بعده. النزال اللي بعديه على طول بيكون لتيربو الامريكي ضد الكرواتي. بيظهر ان تيربو مش سهل، وبيظهر ان هو بيلعب بايديه اكتر كانه ملاكم، بس محترف جدا وعنده تكنيك معين بيشل بيه حركه اللي قدامه. في الاخر بيكسب النزال بسهوله وبيتاهل هو كمان. النزال الثالث بيكون مع بويكا الروسي بيواجه الفرنسي. انسى بقى كل اللي فات عشان اللي جاي حماده تاني خالص. بويكا بيطلع النينجا اللي جواه عليه. تكنيك بويكا في القتال عالمي، هو مش بس قوي ده كمان بيستعرض عضلاته وبيمتع الجمهور قبل ما يكسب النزال. في الاخر بيفرش المنافس على الارض وبيتاهل هو كمان. النزال الاخير بقى في ربع النهائي، راؤول الكولومبي مع الياباني. راؤول في الاول بيبدا يستعرض عضلاته واليونت جسمه بيخلي الياباني يحاول يضربه، ومع ذلك مش بيقدر حتى يلمسه وهو مش عايز يضرب. ولما بيقرر في النهايه يخلص النزال بيطحنوا ضرب بشياكه. هو واضح قوي هنا من طريقته ان هو مغرور جدا بس متمكن من حركاته، بيعمل الصح صح قوي يعني. المهم بيكسب النزال وبيتاهل هو كمان مع الثلاثه اللي سبقوه. بعد كده بياخدوا اللي خسروا لمكان بعيد عن السجن وبيخلصوا عليهم كلهم، وبيظهر ان ده العادي اللي هيخسر هيخلصوا عليه، وتاني يوم بيطلعوهم تاني يكسروا حجاره. هنا بقى بويكا وتيربو بيشدوا مع بعض في الكلام وبيتخانقوا، فبيلعبوا مع بعض كده نزال سريع، وبيبقى واضح جدا ان النزال اللي هيكون بينهم هيبقى اقوى بكتير من كل اللي فات. في الاخر الحراس بيحوشوهم عن بعض وبيودوهم لسجن انفرادي. تاني يوم بنعرف من كلام المسؤولين عن البطوله ان البطوله دي مترتبه بنسبه 100% ان راؤول هو اللي هيكسبها، وبيتفقوا مع بعض كلهم كل واحد يجمع كل الفلوس اللي عنده ويراهن بيها على راؤول، لان المكسب مضمون. بالنسبه لبويكا وتيربو وحتى كمان البرازيلي هيبهدلوهم لحد ما يوصلوا للنهائي يكونوا وقعوا وراؤول يكسبهم بسهوله. المهم بويكا بيطلع الجبل يشتغل وبيكون معاه تيربو، وهنا الاثنين بيتفقوا مع بعض ما يعملوش مشاكل تاني لحد ما يتقابلوا في النزال الاخير وكل واحد ينتقم من
التاني زي ما هو عايز، وبيبداوا يتكلموا مع بعض كتير. من كتر ما بيتكلموا مع بعض مع الوقت والايام بيبقوا اصحاب، وبيتفقوا يستغلوا موضوع الجبل ده بطريقه ايجابيه، كانهم بيتمرنوا ويحولوا الشغل لتدريبات، وهو ده اللي بيعملوه فعلا. ولما بيقعدوا مع بعض كل واحد بيحكي للتاني قصه حياته. بنعرف ان تربو متجوز وعنده ولدين، وامل حياته يخرج ويقابلهم. جاجا في الوقت ده بيجمع كل فلوسه ويستلف كمان فلوس علشان يراهن بيهم، ما هو كده كده ضامن المكسب. مدير السجن بيشوف ان تربو وبويكا رغم التعب بيتدربوا، فبيقرر يزود المجهود عليهم لحد ما بيجي يوم نصف نهائي البطوله. بويكا الروسي بيواجه البرازيلي. بيبدا النزال. البرازيلي بيبقى سريع جدا، شبح ابن الايه. بويكا مش ملاحق سرعته، مش لاحق يشوفه اصلا، وهنا بيبدا يشتكي شويه من رجله، بس بيكمل عادي في النزال. بيضرب شويه، لا شويتين ثلاثه، بس في الاخر بيعرف يتعامل معاه، بيعرف نقاط ضعفه، وبيقدر بحركه من حركات الاستسلام يجبره يستسلم، وبيكسب وبيوصل لنهائي البطوله. وكالعاده بياخدوا اللي خسر البرازيلي وبيخلصوا عليه من غير ما حد يحس. تاني يوم بالليل بيكون نصف نهائي البطوله التاني بين تربو وراؤول. مدير السجن بيخاف احسن تربو يكسب، فبيخلي الحراس يطحنوه بالحديد لدرجه ان هو بعد كده مش بيقدر يتحرك من سريره خطوه واحده ولا حتى يروح يفطر. بويكا بيروح له علشان يطمن عليه، وبيبقى متضايق جدا من اللي حصل. ولما بيروح يتمرن بيجي له هنا راؤول وبيقول له انا عارف ان انت فاكر نفسك اقوى مقاتل في العالم، بس ده مش حقيقي، انا الافضل وهثبت لك ده في النهائي، وقبل النهائي بكره هخلص على صاحبك في الحلبه، فلو بتحبه كده ودعه النهارده. يوم الماتش تربو بيروح يتمرن، بس بيبقى باين قوي ان هو مش هيقدر يلعب اساسا، واكيد هيخسر بسهوله، ده بيتحرك بالعافيه. بويكا بعد كده بينصحه ان هو يهرب، وهم موجودين في الجبل. هو بيبقى متردد، بس لما بيعرف من راجل عجوز ان اللي بيخسر كده كده بيخلصوا عليه، فبيقرر يهرب، وبويكا بيساعده. بيفك له سلسله وبيدخل في معركه مع الحراس، وبيبقى واضح في المعركه دي ان لولا بويكا هو مش هيقدر يهرب ابدا. بعد معركه كبيره تربو بيهرب، بس بويكا هو اللي بيدفع الثمن غالي، بيضرب كتير جدا. وبعد كده بيعرف ان جاجا باعه وراهن بكل فلوسه على راؤول. هو بيقول له كده، وبيقولوا له انت كده اللي هتلعب النهائي خلاص بعد ما تربو هرب، بس هتطحن في الاول. بيجي وقت النهائي الكل بيراهن، والاغلبيه بيراهن على راؤول، الناس او حتى رجال الاعمال. النزال بيبدا وبيبقى صعب وقوي جدا بينهم، اصعب من كل اللي فات. الاثنين ستايلهم في القتال قريب ومستواهم كمان، عشان كده بيطحنوا بعض ضرب. راؤول في الاول بيكون متفوق على بويكا، وبيقدر يستغل نقاط ضعفه. رجلين مكسوره، لا وبيكسرها له تاني، هو اصلا ملصمها علشان يلعب. بويكا مش بيعرف الاستسلام، بيقاوم وبيكمل، بس كل مره يقوم يتضرب اكتر من المره اللي قبلها. راؤول بيمسح بيه الحلبه، وفي الاخر بيرميه براها. الحكم بيبدا يعد لحد 10 علشان هيعلن خساره بويكا، لكن هو هنا بيشوف المكنسه اللي كان بيمسح بيها الحمامات، وبيفتكر ايام المرمطه، وبيصمم اكتر ان هو يقوم. بيربط رجليه بسرعه وبيطلع، بس المره دي بقى طلعته بتكون مختلفه. بيعرف يتعامل كويس قوي مع راؤول، بيطلع عليه النينجا اللي جواه، بيمسح بيه الحلبه، وفي الاخر بيكسر رجليه وبيكسب بويكا النزال. وكل اللي في السجن بيهتفوا باسمه بويكا بويكا. رجال الاعمال اللي بينظموا البطوله بيخسروا كل فلوسهم، ومنهم طبعا جاجا بيبقى متضايق قوي. بعد كده اغلبهم بيخلصوا على بعض، ومدير السجن بيقول لبويكا انت المفروض تخرج من السجن حسب الاتفاق، بس لان انت هربت تربو فمش هتخرج، هنرجعك السجن بتاعك، وانا النهارده عامل لك مفاجاه حلوه قوي. بياخدوه لنفس المكان اللي بيخلصوا فيه على اللي خسروا، ومدير السجن بيبقى هيخلص عليه بنفسه بس في الوقت المناسب. تربو بيوصل وبيخلص عليه هو والحراس، وبياخد بويكا يهربه، وكده تبقى واحده بواحده خالصين. بره بيلاقي جاجا مستنيه، وبنعرف ان هو اللي جاب تربو اصلا، وبنعرف كمان ان جاجا راهن بكل فلوسه على بويكا، وضحك على رجال الاعمال التانيين عشان المكسب يكون اكبر بالنسبه له، وهو كان واثق ان بويكا هو اللي هيكسب. بيديه شنطه فلوس هديه مكافاه البطوله عموما، وبويكا هنا بيتفق هو وتربو يفضلوا اصدقاء للابد، ويكملوا مع بعض الجزء اللي جاي. وبكده بينتهي الفيلم. سلام.